رد الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس على بيان النجم الساحلي الذي أكد أمس أنه راسل مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وطالبها بتطبيق القانون ضد الترجي بعد تعرض 25 من أعوان الأمن إلى الاعتداء خلال مواجهة الكلاسيكو التي انتهت بفوز الترجي بهدف مقابل 0. وفيما يلي بيان الترجي، تلقت الهيئة المديرة وجماهير الترجي الرياضي التونسي بكثير من الاستغراب البلاغ الصادر عن جمعية النجم الرياضي الساحلي بتاريخ 26 أفريل 2023، والذي يلمح إلى مطالبتهم الرابطة الوطنية لكرة القدم باتخاذ إجراءات ضد ناديين واستعمال فصول لا تمت للواقع بصلة بعد أن حقق فريقنا فوزا رياضيا مستحقا على أرضية الملعب. ويهم الهيئة المديرة لجمعية الترجي الرياضي التونسي أن تذكر الجميع أن المباراة قد دارت في أجواء عادية ولم تصدر عن جماهير النادي أي تجاوزات على المدارج ما عدا إشغال الشماريخ وهو ما يقوم به جماهير كل الفرق تقريبا، ولم يدون الحكم وممثل الجامعة أي أحداث خطيرة قد تنسب للجماهير، كما لم ترصد المشاهد التلفزية أي إخلال بالجو العام للمقابلة. إن جمعية الترجي الرياضي التونسي لا يسعها إلا أن تشيد بالعمل الجبار الذي تقوم به وزارة الداخلية لتأمين جميع التظاهرات الرياضية، وتنتهز هذه الفرصة لشكرها على المجهود المبذول، وفي نفس الوقت تنتهز فرصة هذا البلاغ لدعوة الجميع للنأي بالمؤسسة الأمنية عن أي تجاذبات أو صراعات في ظاهرها رياضي وفي باطنها تأليبي مغذي للجهويات، ممزقا لوصال الوطن ومهددة للأمن العام. ونذكر الرأي العام الرياضي أنه سبق لجماهير جمعية النجم الرياضي الساحلي في مباراة الجولة الرابعة إياب لمرحلة التتويج والتي دارت يوم الخميس 23 جوان 2022 أن اقتحمت الميدان أثناء سير المقابلة وطاردت لاعبين واعتدت عليهم داخل المستطيل الأخضر، ممن دفع القوات الأمنية لإخلاء الميدان والمدارج من الجماهير. وقد اسفرت هذه الاشتباكات عن إصابات في صفوف القوات الأمنية، وكان هذا تحت أنظار كل الساهرين على تنظيم المباراة والتي بثته كل وسائل الإعلام. ولم يصرح الترجي الرياضي التونسي آنذاك ولم يصدر أي بلاغ شعبوي لتأجيج الشارع وتجييش الإحباء، ولم يلتجأ إلى أي ضغط على الهياكل الرياضية، ولم يوظف تهور الجماهير آنذاك للمطالبة بمعاقبة ناديهم، واحترمت القرارات الرياضية ولم تسعى للتأثير على الرابطة الوطنية لكرة القدم لكسب نقاط المقابلة، بالرغم من أن جميع الأحداث كانت موثقة صوتا وصورة. وعلى الرغم من خطورة تلك الأحداث، خير الترجي الرياضي التونسي تهدئة الأوضاع والابتعاد عن تأجيج الشارع الرياضي، وخاصة عدم إقحام المؤسسة الأمنية في المنافسة الرياضية بين الأندية، لإيماننا الراسخ بالمجهودات التي يقوم بها رجال الأمن لا فقط لحسن تنظيم وتأمين المقابلات الرياضية، وإنما كذلك لضمان الأمن العام في كل أرجاء ومناطق وطننا العزيز. كما ينأى الترجي الرياضي التونسي عن تأجيج جماهير الأندية الرياضية فيما بينها في هذا الوضع الحساس الذي تعيشه بلادنا، والذي لا يتحمل مثل هذه البلاغات والممارسات، والذي يفرض علينا كأندية رياضية الترفع عن بعض السلوكيات، وخاصة تحمل المسؤولية كاملة في تنقية الأجواء الرياضية وتفادي الانزلاقات التي يظل وطننا العزيز في غنى عنها. وإلى جانب مراعاته لوضع البلاد ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، يطمئن الترجي الرياضي التونسي أحباءه الأعزاء أنه لن يتوانى ولن يتأخر لحظة في الدفاع عن مصلحة الفريق ضد مثل هذه الممارسات التي تحول اللعبة من الميدان إلى أروقة المحاكم وصفحات التواصل الاجتماعي.